ازاي تعرفي ان ابنك بيتعرض للتنمر من غير ما يحكي اي حاجة؟ هتلاحظوا ان في تغير واضح في سلوك الطفل، زي انه يكون متوتر، قلقان، متعلق باهله زيادة عن اللزوم، وعنده فقدان شهية ورافض الاكل ورافض اللعب. ولو لقيته كمان اثار ضرب وعنف على الطفل وما كانش ليه اي سبب مقنع، وكمان لو اتكرر كتير زي الجروح والكدمات. هتلاحظوا كمان إن الطفل بدأ يعيط لوحده وبدأ يضيع حاجته وحاجات من البيت من غير ما يكون في أي سبب واضح لكده. وهتلاقوا كمان إن الطفل بدأ يشتكي ويقول إنه وحيد وملوش أي أصحاب. وهيبتدي الطفل يشتكي بأعراض بدنية ما يكونش ليها أي سبب طبي، زي الصداع والصعوبة في النوم. وكمان هيفقد شغفه اتجاه أي حاجة كان بيمارسها وبيحبها. هتلاحظوا كمان انخفاض في المستوى الدراسي للطفل وصعوبة في التركيز والانتباه عنده، وكمان مش هيشارك في أي أعمال أو أنشطة في المنزل أو في المدرسة. وهيبدأ يظهر على الطفل السلوك العدواني وسلوكيات سلبية كتير بأسباب غير واضحة، زي مثلا إنه يبدأ يكسر في ألعابه أو يبدأ يتنمر على إخواته. وهيبتدي الطفل يشتكي من بعض الشكاوي الجديدة اللي ما كانتش موجودة قبل كده، زي لبسه وشكله ومظهره. وأخيرا، خدوا بالكم من علامات التنمر لو ظهرت على طفلكم، لأن الطفل لو تعرض للتنمر لفترات طويلة من غير علاج هيصاب باكتئاب.